طيب هذه رئة مدخن بسبب التدخين، هذه رئة مدخن، هذه رئة جليسها مدخن، هو ما يدخن لكن يقعد مع مدخنين، هذه بس كذا صارت الرئة جليسها مدخن. الرئة حقيقية؟ رئة حقيقية، كل هذه صفة رئة حقيقية. اللي انت شايفه ده يا عزيزي مش كائن فضائي تم اكتشافه حديثا، قد ما هو الحقيقة المرة لصورة رئة المدخن بعد فترة طويلة من التدخين. ايوه يعني التدخين بكل انواعه، مش التدخين التقليدي بس. يعني لو كنت فاهم ان الايكوس او الفيب او اي نوع من انواع التدخين الالكتروني عامة هيخليك تبطل من عادة التدخين التقليدي الضارة، فانت فاهم غلط. وده لان دي مجرد اسطورة تم الترويج ليها من قبل اصحاب المصالح الشخصية لإيهامك يا عزيزي ان الحل في اللجوء للتدخين التدخين الالكتروني الجميل اللي قالوا لك انه ما طلعش عليه دراسات كافيه تثبت اضراره، واللي بالمناسبه مع الدراسات الكتير اللي بقت بتتعمل في العصر الحديث اثبت انه اكثر فتكا وتدميرا لرئه وصحه الانسان، بل وللاسف القضاء عليها بشكل نهائي. بالرغم ان فعلا ما طلعش دراسات كتير تثبت اضرار السجائر الالكترونيه او التدخين الالكتروني بشكل عام، الا اننا كل يوم بنتفاجئ بامراض في غايه الخطوره بيصاب بها الشباب، واحيانا كمان بتصل للوفاة. السجائر التقليدية أول لما طلعت أخدنا سنين طويلة جدا علشان نقدر نثبت أضرارها على الإنسان، وهي دي بالظبط نفس الحقبة والمرحلة اللي احنا فيها اتجاه السجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني بشكل عام. المرحلة الخاصة بالتفحص والدراسة الكاملة لحين إثبات بشكل وبنسبة 100% أضرار السجائر الإلكترونية قصاد منتجات هي ممكن تكون مش مكملة في السوق العالمي أكتر من 10 سنين. ولو رجعنا لورا هنكتشف ان دي نفس الفترات اللي تقريبا اخدها العلماء عشان يقدروا برضو يثبتوا اضرار السجائر التقليديه. للاسف بيتم الترويج للتدخين الالكتروني على انه المخلص من العادات السيئه، البيئه اللي شكلها وحش، المخلص من الاولد فاشن. ما تخليك نيو ستايل كده وتمسك فيب ريحتها حلوة وبطعم الفراولة والمانجا، شكلها شيك وبتلمع، مدياك برستيج ومخلياك وجه، بتعبر كمان خد بالك عن ان انت غني ومعاك فلوس، بتواكب بيها الموضة وبتبقى روش. في الاخر انت بتشرب ليكويد من فراولة ومانجا وغيره، شوية الوان صناعية يعني زي اللي بناكلها في اي حاجة حلوة، حاجات يعني غير ضارة هتبعدك يا صديقي عن اضرار السجائر التقليدية، ومش بقيت شهر ولا 2 تبطل سجاير خالص. احيانا بالرغم من ان الانسان بيكون عارف ضرر الحاجة دي ومشاكلها، الا انه بيحتاج حاجة شبه الثغرة كده شوية، ثغرة بسيطة ترضي شيطانه الكامن داخله، شيطانه المتأصل في شخصه. ايوه يا عزيزي ده انت، لحد ما تقدر تفهم سيكولوجيتك النفسية وتحاربها وتسيطر عليها. المهم بقى، ليه السجائر الالكترونية او التدخين الالكتروني مضر؟ خلونا نشوف ده في بارت 2.